يا مساء الخير والفل والياسمين عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا فاطمة ودي قناتي فاطمة كيتشن. مبسوطة جدا اني معاكم، وان شاء الله القناة تعجبكم وتستفادوا منها ولو شيء بسيط. تعالوا كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسمي الله. وتعالوا بقى كده نشوف معانا وصفة ايه النهاردة. معانا ان شاء الله معانا السجق اللي هو بلدي، والكبدة ان شاء الله. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. اول حاجة انا يعني هجهز التتبيلة بتاعة الكبدة. الكبدة زي ما انتوا عارفين انا ما بغسلهاش، بس انا بنقعها في شوية ليمون وشوية خل بس صغيرين كده. سايباها على جنب. وبعد كده هنا بقى ايه؟ هعمل التتبيلة بتاعتها. هحط توم وهحط فلفل مطحون، فلفل مفروم يعني. بس لو انت حابه انك تحطي فلفل حراق حطي بقى، لكن احنا عندنا هنا ممنوع منعا باتا بنستخدم الحراق زي ما قلت لكم. احنا ما بنستعملش الحراق خالص. بس لو عايز تحطي حراق يكون افضل بصراحه، يعني انا من محبينه. بس ممنوع منعا باتا، في رقابه على الحاجات دي. ما بنستعملوش خالص. حطيت كمان توم وحطيت فلفل وحطيت ملح وحطيت كمون وحطيت حبة كزبرة ناشفة، ودي أهم شيء في الكبدة، الكزبرة الناشفة. حطيت خل، حطيت ليمون، وهقلبهم كده. ودي بقى ايه؟ التتبيلة السكر القمر اللي هتاكلي منها. متحطش خل كتير، الليمون بيبقى اكتر. يعني يعني اقل من معلقة كده تحطي خل على الكمية دي كلها. الاول بقى هنا في الطاسة دي هعمل السجق. السجق البلدي انا جايباه من عند الجزار. صابح يا دوبك. انا بس انا ما بسلقوش ولا اي حاجه. انا شطفته من بره يعني تحت الحنفيه، وقصقصته زي ما انتم شايفين كده. بس انا ما بحطوش في ميه ولا حاجه مسلوقه يعني. انا شطفته من بره بس. شطفه عاديه بسيطه يعني كده. انا حطيت هنا المفروض نقطه زيت في الطاسه، بس المفروض ما تحطيش بصراحه، لان هو بينزل زيت كتير قوي. بس انا قلقت يلزق في الطاسه بس. هبدأ ارصه كده زي ما انتم شايفين. ممكن تقطعيه وممكن ما تقطعيهوش. انا عملته المرة دي مش متقطع، يعني سليم كده. بس اوقات كتيرة جدا بعمله متقطع عادي يعني. هبدأ بقى ان انا كده ايه، في الاول هشوحه خالص يعني لحد ما ياخد لون، ولونه يغير خالص كده. هوريكم دلوقتي شكله هيبقى عامل ازاي بعد ما ياخد لون. طبعا انا جايباه من جزار ومضمون يعني. فبيبقى احلى بكتير من ان هو الشركات ده. البلدي ده بيبقى تحفة بصراحة. هفضل معاه بقى كده واحدة واحدة، اقلبه من كل جناب لحد ما ياخد لون ويبقى مستوي تقريبا 3/4 سوا. شايفين خد لون ازاي؟ هقلبه على الجنب التاني. بصوا، هقلبها واحدة واحدة كده. طبعا لو متقطع بتقلبي عادي بقى كده مرة واحدة، بيتقلب معاكي. بس انا المرة دي كان ليا مزاج اكله. اكله وهو سليم كده بصراحة. بيبقى طعمه حلو قوي قوي قوي. انا من عشاق وانا وجوزي بصراحة. لكن الاولاد ما لهمش فيه خالص، يعني ما رضوش يجوا جنبه اصلا. بصوا، افضل بقى كده وراه واحدة واحدة لحد ما احس ان هو خلاص كده يعني 3/4 سوا ويمكن اكتر كمان. هنا بقى انا فضلت خلاص كده معاه واحدة واحدة لحد ما اتأكدت ان هو استوى بنسبة كبيرة جدا. هوسع بقى كده. شايفين الزيوت اللي نزلت منه؟ عشان كده انا ما كنتش حابة احط زيت في الاول خالص. هحط هنا بقى كده معلقة معلقة توم مهروس، او نقول 4 فصوص توم مفرومين ناعم، وحطيتهم كده. هقلبهم تقليبا، انا مش عايزاه يتحمر ولا حاجة. انا هقلبهم تقليبا بس كده في الزيت مع بعضه كده. وبعد كده هنزل عليها بمعلقة صلصة. معلقة صلصة دي بتخليه خطير، بتخليه كده الصوص بتاعه تحفة. طب ما عنديش معلقة صلصة، احط ايه؟ احط طماطمية مبشورة. طماطمية مبشورة، اهم شيء تكون مبشورة علشان تدي القوام الحلو بتاعها واللون كمان. حطيت هنا الخضار بقى، بصل جوانح كده، وطماطم مكعبات، وكمان حطيت فلفل الوان. شوفي انت عايز تحطي عليه ايه. بس هي دي بصراحة تخليه كده في حتة تانية خالص.
بصل جوانح كده، متقطعيش مكعبات او تبشريه، لا بصل جوانح. طماطم متقطعه مكعبات، وفلفل الوان، فلفل اخضر بس، فلفل حامي حراق يعني، اي حاجه عايز تحطيها حطيها. هقلبهم كده تقريبا كله مع بعضه كده. انا كده خلاص، انا متاكده ان السجق استوى. خلاص كده هقلبهم كده تقريبا. يبقى انا حطيت عليه ايه؟ حطيت 4 فصوص توم، وحطيت معلقه صلصه حلوه كده او طماطم مبشوره، وكمان حطيت بصل وطماطم وفلفل متقطعين. حط هنا بقى رشه ملح، رشه فلفل اسود. انا مش هحط ملح كتير لان اوريدي السجق اصلا متبل كويس جدا، فانا مش حابه احط كتير عليه. وحطيت رشه كمون صغيره قوي قوي قوي، يعني هو مش بيحب رشه الكمون بصراحه، بس انا حطيت رشه صغيره. وفلفل اسود. طبعا البهارات اللي بحطها دي بتبل بيها الخضار، اهم عشان الخضار دلع طبعا، فانا بتبل الخضار. لكن السجق اوريدي اصلا هو متبل، فما زودش في الملح عشان ما تبص مني ومش عارفه اكل منها في الاخر. قلبتهم تقليبه كده مع بعض كده، شوحتهم مع بعض. هنزل عليهم بقى بربع كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه بس كده، علشان بس الخضار ده يدبل كده وياخد من بعضه كده ويبقى حلو قوي. هغطيها بقى واسيبها كده على نار هاديه خالص. يعني بعد ما تغلي هنسيبها مش كتير، هسيبها على نار هاديه خالص. هوريكم دلوقتي شكلها بيبقى عامل ازاي. يعني اوطي العين كده عليها والنار عليها، واسيبها تاخد من بعضها كده شويه. تعالوا بقى اوريكم بعد ما طلع، يعني بعد ما استوت شويه. شايفين؟ شايفين الجمال؟ بصوا. طبعا هفضل يعني هسيبه على النار لحد ما الميه دي آه، تنشف يعني تقريبا يعني خالص. علشان خاطر يبقى حلو جدا، تحطيه كده في ساندوتشات يبقى حلو قوي، ما يبقاش صايص كده يعني. وكمان اتاكد ان كل حاجه استوت فيه. خطير. الريحه بقى طبعا ما اقولكوش بصراحه، كانت تحفه. هقفل عليه تاني واخليه يكمل تاني سواه. هنا بقى نعمل الكبده. الكبده تحب الزيت الكتير، الحاجه الواسعه زي ما انتم شايفين كده. ما لقيتش اوسع من كده بصراحه، هي الكميه مش كبيره بس انا ما لقيتش اوسع من كده. احب اعملهم في طاسه كده، في صينيه كبيره كده يعني. حطيت كميه زيت، وبعد كده هنزل عليه بمعلقه حلوه كده من التتبيله اللي انا كنت عاملاها في الاول. هقلبهم كده تقلبتين كده. بصوا بقى، انا كنت الاول بتبل الكبده وانزل عليها بالطاسه وكده، وبعد كده بديت لا احط اشوح توم وفلفل من غير ما اتبل الكبده وانزل على طول. لكن لقيت الطريقه دي احلى طريقه بصراحه. بصوا، يعني اعمل التتبيله كلها وبعد كده انزلها. آه، طلع ريحتها كده اروح نازله بالكبده على طول. هقلبها بقى كويس خالص. طبعا احنا عارفين الكبده ما بتاخدش وقت طويل في السوى يعني، بس خطيره. شايفين الجمال؟ هقلب بقى كده. دي احلى طريقه للكبده بصراحه. طبعا الكبده دي متقطعه حاجه اسمها عصافيري كبير شويه. في ساعات بنجيبها شرايح صغيره، وساعات بنجيبها مكعبات كبيره كبيره. وساعات بتبقى طويله، يعني على حسب التقطيع بتقولها له. انا هنا كنت قلت له انا عايزاها عصافيري كبير شويه. شايفين الجمال؟ بصوا، هي بقى خلاص كده خدت اللون بتاعها. هفضل اقلبها لحد ما الاقي كلها بقت لون واحد. هي مش هتاخد سوا كتير يعني. هفردها كده في الصينيه، وكمان هنزل عليها تاني بقى لما خلاص احس ان هي خلاص استوت. هنزل عليها بمعلقه تاني من التتبيله اللي انا كنت عاملاها. دي بقى اللي هتخلي الطعم يمسك فيها بقى كده في الساندوتش، متبقاش عايز اي حاجه تاني. طبعا انا كنت عملت سلطه طحينه بقى كده، وانا بعمل الاكل ده كده، بس عملتها مع نفسي يعني. خلاص كده. ولو عندي فلفل مطحون او فلفل متقطع احط عليها، مش كتير
مش كتير. طبعا الكبده مش بتحب البصل والحاجات دي، يعني لو عايز تحطي عليها بصل حطي، بس هي مش بتحب البصل بصراحه، بتبقى كده طعمها احلى بكتير. متقطع كده، حطيت كده فلفل متقطع صغير خالص عشان مش عايزاه يبان، مش عايزاه يبان قوي يعني، يبقى كده في وسط الكبده كده مش باين خالص. وبس كده الكبده تكون كمان خلصت، مش عايزاها اكتر من كده، كده خطيره. تعالوا بقى كده ننزل كله في الطبق كده في السرفيز كده، واوريكم بقى الجمال وهو نازل بقى يخطف القلب. بصوا بصوا الصوص بتاعها تحفه، كانت تحفه بصراحه. جربوا الطريقه دي ومش هتتضايقوا ابدا على الاكل السجق، يعني لو مش بتحبوه هتحبوه بصراحه. شايفين عامل ازاي؟ طبعا في اليوم ده انا كنت حابه اكلها كده سليم يعني، وجوزي قال لي ليه ما قطعتيهوش؟ هو بيحبه متقطع. طول المره الجايه اعمل لك متقطع عينيا الاتنين. تعالوا بقى كده نعمل ساندوتش كده. بصوا طبعا الساندوتش المعروف، بندخل الرغيف من جوه كده في بعضه كده، ونحط طحينه، وبعد كده ننزل بقى بالحلويات بتاعه الساندوتش دي. شايفين الجمال؟ جوسي مستوي تحفه. طبعا انا كنت لا اجرؤ ادوق معاكم، لانك في الوقت ده كنت لسه صايمه ما فطرتش، فما كانش ينفع ادوق بصراحه. بس انتوا حاسين بالطعم يعني وحاسين بشكله. حط كمان طحينه تحفه. طبعا انا كنت حطيت الكبده في الطبق وهعمل الساندوتش ومش هيبان خالص، بس هوريها لكم في الاخر يعني، معلش ما كنتش واخده بالي ان هو مش باين في الكاميرا. بص بنجيب الرغيف كده وندخله في بعضه كده، معروفه الطريقه دي يعني. وبعد كده احط بقى كده طحينه، واحط الكبده كده، وبالف هنا وشفا. هوريها لكم في الاخر، هي مش باينه ليه؟ كنت مفكره ان كل ده طالع في الكاميرا، بس طلع للاسف مش طالع. بس انتوا شايفين الوضع يعني، شايفين الجمال والحلاوه بتاعت الساندوتش كانت عامله ازاي. احط كمان طحينه. ايه الجمال ده! اهم حاجه العيش البلدي. السجق ده بيبقى حلو قوي في العيش الفينو، بس انا ما كانش متوفر بقى عندي عيش فينو في اليوم ده، كان هو العيش البلدي. وكان حلو جدا وخطير قوي. بصوا الكبده بعد ما كانتش باينه في الكاميرا، اهي بقت واضحه اهي، تحفه خطيره. وده العسل السكر ده، شايفين جوسي ازاي ما يشربه. طبعا الدهون بتاعته دي يعني هي بتاعته، مش من الدهون اللي انا كنت حطاها يعني، كنت حاطه حبه صغيرين خالص. وبس كده، وبكده يكون خلص فيديو النهارده، ووصفه النهارده تكون خلصت. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناه، وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك ان شاء الله مني كل جديد. وباي باي.